في قلب أفريقيا كانوا مفكرين إنه واحد من أغرب المخلوقات بالعالم اختفى للأبد. مخلوق صغير قد كف اليد، بأنف طويل بيتحرك بخفة مثل خرطوم الفيل الصغير، اسمه الموسارينا الفيل أو السينشي. لسنين طويلة العلماء فكروا إنه هالمخلوق انقرض، وإنه آخر واحد منا اختفى من زمان. كتبوا اسمه بقوائم الحيوانات المنقرضة ونسوه، بس سبحان الله دائما في أسرار ما بنعرفها. السلام عليكم، معكم مرهف، لايك واشتراك وخلونا نكمل. بسنة 2020 بالصومال صار الشيء اللي ما كان حدا متوقعه. فجأة ظهرت هالمخلوقات الصغيرة قدام الباحثين، عم تركض بسرعة توصل ل 25 كيلومتر بالساعة، وبكل خفة وكأنها عم تقول أنا ما اختفيت، كنت بس عم راقبكم من بعيد. الموسارينا الفيل مو فار مثل ما بوحي، مخلوق صغير قد كف اليد، قريب جينيا من أكبر حيوانات على الأرض. والمفاجأة الأكبر أنه هالكائنات بيعيشوا مع أزواجهم طول العمر، وكل واحد فيهم بيعرف الثاني من ريحته. قصة حب صغيرة بين الكسبان الرمالية والعشب وسط عالم قاسي ما بيرحم. قصة السينشي هاد مو بس اكتشاف علمي، هاي تذكير من رب العالمين انه الحياة ما بتزول بهالسهولة، ويمكن هالجمال حقيقي مخبى بأبسط الكائنات اللي كنا مفكرينها راحت الأبد. وانتو شو رأيكم بهالكائن الغريب؟ تتوقعوا في مخلوقات تانية منقرضة ممكن ترجع تطلع فجأة مثل السينشي؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا تحط لايك وتشترك بالقناة، والسلام عليكم.